بيبدأ الفيلم بظهور كلارك مع مامته مارسا وهو صغير بيتفرجوا على فيلم للفضائيين. والغريب انه بيلاحظ انها بتعيط لما بتشوف الفضائيين. هنا بيضطروا انه يقولوا له على الحقيقة وانهم لقوه في مركبة فضائية وانه مش ابنهم. فبيقعد كلارك فترة يحاول يكتشف الحجر اللي اداهوله باباه واللي جه معاه في المركبة. وبيقعد بابا جونسون مع مامته يفكروا هيعملوا ايه مع كلارك بعد ما اكتشف الحقيقة. وبيكون كلارك مش فاهم الحجر ده عبارة عن ايه وبينفعل جدا وبيروح رامي الحجر على الارض. هنا بينور الحجر وبيشتغل لوحده وبتعدي سنين وبيكبر كلارك وبيبقى سوبرمان اللي بينقذ الناس. وبنشوف جونسون ومارسا بعد ما عجزوا هما بيكلموه وهو رايح الشغل في مكالمة فيديو كول. وفجأة بتشوف مارسا خبر عن سوبرمان وبتقوله انه لازم ياخد باله على نفسه وما يخليش حد يعرف عنه حاجة. هنا بيقول لهم سوبرمان انه لازم يمشي علشان رايح يغطي احداث مهمة. وبنلاحظ ان في حد شكله غريب بيراقبه وبيروح سوبرمان على مكان اطلاق صاروخ من شركة ستار اللي حاطط علشان تدور على اي حياة في الكواكب التانية. وبيقول ليكس انه ممكن يجاوب على اسئلة الصحفيين. وهنا بيتفاجئ بوصول الصحفية لويس اللي بدل ما بتسأله عن الصاروخ بتواجهه بسرقة فلوس الدولة وبتسمعه تسجيل ليه وهو بيقولوا ان اخد في شغل الصاروخ ضعف الثمن. في اللحظة دي بيروح واحد من الحراس واخد الموبايل وبيكسره، لكن لويس بتقوله ان معاها نسخ تانية كتيرة. الغريب ان مفيش حد بيهتم وبيبدأ العد التنازلي لاطلاق الصاروخ. وبيشوف سوبرمان عامل النظافة رودي فبيروح يتعرف عليه علشان ياخد منه اي معلومة. وفعلا بيقول له رودي ان الشركة بتعمل حاجات كتيرة غريبة. فبيستغل سوبرمان نظره الخارق وبيشوف الشركة من جوه وبيطلب من رودي ان يدخله يشوف بنفسه المشاريع اللي بيتكلم عنها. لكن رودي بيخاف وبيرفض وبيقوله انه عنده اولاد وعايز يربيهم. في اللحظة دي بيشوف رودي الراجل الغامض بسلامته اللي بيراقب سوبرمان وبيقوله انه عارف الناس دي كويس وبيحذره منه. وفجأة بيشوف سوبرمان الصاروخ وهو نازل تاني من الارض بدل ما يكمل للفضاء. فبيروح طاير وبيمسك الصاروخ وبيرميه للفضاء تاني وبينقذ الارض. تاني يوم بيروح سوبرمان الجريدة بيلاقي خبر القبض على ليكس. هو بيطلع رئيس التحرير يجمع الصحفيين وبيروح سوبرمان يقول لها انه شافها وهي بتواجه ليكس وبيسألها ازاي قدرت تعمل كده وبتقف قدامه بكل شجاعة. فبتكلمه لويس كلام عميق كده وبتقوله ان الناس المغرورين اللي زي ليكس بيحتاجوا مرة واحدة حد يواجههم فيها وعلى طول بيفقدوا قوتهم. وبعد ما بتمشي بيشوف سوبرمان رسومات للبس الأبطال الخارقين وبيقرر انه يجهز لنفسه هو كمان زي وبيرجع يلبس العباية الحمراء. لكن في اللحظة دي بيشوف خبر ظهور جسم غريب في السماء فبيروح بسرعة علشان يشوف ايه ده. لكن بيتفاجئ انه قدامه فضائي على مركبة فضائية اسمها لوبر. والغريب انه بيقوله انه عارف انه من كوكب كريبتون. هنا مش بيفهم سوبرمان هو يقصد ايه وبتبدأ الحرب ما بينهم. فبيروح سوبرمان ماسكه ورميه في الارض وبينزل يتكسر على الارض لكن بيكون لسه عايش. وبيصفر لوبر للمركبة بتاعته اللي بتنزله وبيطلع يحارب سوبرمان وبيفضل يضرب عليه نار من السلاح الفضائي بتاعه. وبيتفاجئ لوبر من قوة سوبرمان لأنه بيقدر إنه يتفادى كل الرصاص. هنا بيرمي عليه لوبر شبكة وبيقدر سوبرمان بنظره الخارق يحرقها. وبيرجع تاني لوبر يقول لسوبرمان إنه كريبتوني وإن في جايزة للي يقدر يمسكه. وبيحاول لوبر إنه يفجره وبيفتكر إنه كده خلص منه، لكن برضه سوبرمان مش بيتأثر. هنا بيفهم لوبر إن سوبرمان عنده قوة كبيرة بسبب جو الأرض وبيبدأ القتال مع سوبرمان بإيده وبيقدر إنه يضربه فعلا. لكن سوبرمان بيقوم بسرعة وبيرد عليه بالضرب. فبيروح لوبر خدعه وبيربط ايديه بسلاسل حديد وبيسفر للمركب بتاعته علشان يهرب. هنا بيكسر سوبرمان السلاسل وبيقرر انه يطير بعيدها علشان يحارب الفضاء في مكان آمن. وكل ده بتكون قنوات الاخبار بتصوره ومتابعاه. وبنشوف رودي وهو بيراقب اللي بيحصل وبيطارد لوبر سوبرمان وبيقدر انه يضربه في الهوا. وبيكونوا عند شركة ستار الفضائية وبيدخلوا عليها فبيجري كل الموظفين علشان يهربوا. فبيضرب لوبر سوبرمان يكسر بيه الارض وللاسف بيقع رودي تحت الارض. في اللحظة دي بيرمي لوبر قنبلة امتصاص الطاقة فبتنزل على رودي وبتدخله جواه. وبيطلع لوبر يكمل ضرب في سوبرمان. هنا بيوصل الإعلام كله علشان يصور اللي بيحصل وبيكون معاهم الراجل الغامض بسلامته وبيقول لهم سوبرمان يبعدوا بسرعة وبيحارب لوبر بكل قوته. لكن لوبر المرة دي بيستغل خاتم معمول من حجر كوكب كريبتون وبيضرب بيه سوبرمان وفعلا بيأثر الحجر عليه وبيخلي سوبرمان ضعيف. لكن فجأة بيظهر كائن مريخي اسمه جون وبيضرب لوبر علشان يبعد عن سوبرمان. فبيبدأ سوبرمان يفوق وبيطلع على الغلاف الجوي علشان يسترجع قوته. فبيروح لافف وبيرجع تاني هو بيضرب لوبر وبيخلص عليه. بعد كده بنشوف رئيس التحرير وهو بيقول للصحفيين انهم يجيبوا اخبار الفضائيين اللي ضربوا بعض. فبيروح كلارك يسأل لويس هتعمل ايه فبتقوله انها هتعرف كل حاجة عن سوبرمان من لوبر اللي اتحبس.
وبتتكلم لويس عن سوبرمان على إن هو كمان فضائي مش أرضي، وبيروح على بيته يحكي لمامته وبابا اللي بيحصل. فبتقول له مارسا إنهم بيتكلموا كده علشان مش عارفينه. في نفس الوقت بيكون رودي في المستشفى بيحاولوا يعرفوا إيه اللي عنده، لكن فجأة بيفوق بيمسك الدكاترة وبيضربهم وبيسحب روح الممرضات وبيمشي. في الوقت ده بيكون سوبرمان راجع مع مامته وبابا على البيت، وفجأة بيقول لهم سوبرمان يوقفوا العربية وينزلوه، وبيوصلوا البيت ويلاقوا الراجل الغامض مستنيهم. فبيطلب منهم يوصلوه لسوبرمان، لكن جونسون بيحاول يرفض، فبيشغل ليزر على عينيه وبيأثر على جونسون. فبيظهر سوبرمان وبيدافع عن باباه ومامته وبيقول انه مش هيسمح له يصطاده، لكن الراجل الغامض بيقول له انه مش صيد جواز زي لوبر، وبيروح ظاهر بشكله المريخي الحقيقي وبيطلع جون. هنا بيعرف سوبرمان ان هو ده اللي انقذه من لوبر. في الوقت ده بيكون رودي بيحاول يشتري دواء وبيقتل الصيدلي وبيتفاجئ بشكله في المراية فبيكسرها، وبيدخل جون بيت سوبرمان علشان يقوله عن سبب زيارته ليه، وكمان بينصح سوبرمان انه يفضل متخفي لان اهل الارض مش جاهزين لاكتشاف اي حاجة خارقة. بس سوبرمان بيحاول انه يقنعه انه بظهوره هتتغير حاجات كتيرة. هنا بيفاجئوا جون وبيقولوا انه بيتكلم زي باباه بالظبط، ومش بيصدق سوبرمان ان جون يعرف باباه الحقيقي. فبيروح جون ماسك الحجر اللي كان مع سوبرمان في مركبته وبسهولة بيقدر يشغله. فبيشوف سوبرمان ذكرى ليه وهو بيبي ومامته بابا بيحطوه في المركبة اللي هيهرب بيها. فبيقول لجون ان ممكن يعلمه ازاي يوصل لكل ذكرياته، وقبل ما يمشي بيطلب منه يفكر كويس في كلامه. وتاني يوم بتصحى مامته تشوف الحجر وهو شغال وبتستغرب ازاي اشتغل بعد كل السنين دي، وبتروح مطلعه علبة فيها لبس سوبرمان اللي هي عملته له علشان يلبسه. في اللحظة دي بيجي جونسون ومعاه الجورنال، وبيلاقي سوبرمان مقالة من لويس عن سوبرمان وازاي بتوعد انها هتكشف هويته الأصلية. فبيقرر سوبرمان انه يرجع بسرعة. في اللحظة دي بتكون لويس عند لوبر بتسأله عن اللي يعرفه عن سوبرمان، لكن لوبر محبوس في مختبر بشركة ستار الفضائية. هنا بيوصل عامل النظافة وبيدخل المكان، وبعد ما بتخلص لويس أسئلتها بتنادي على الحراس علشان يفتحوا لها، لكن الغريب إنها بتلاقيهم ميتين وبتشوف رودي قدامها. فبيقول لها لوبر تهرب، لكن لويس بتطلع الموبايل وبتصوره الجحدة. هنا بيشوفها وبيجري عليها علشان يموتها، لكن بيوصل الحراس ويضربوه بالنار، وطبعا مفيش حاجة بتأثر عليه وبيسحب روحهم. وبيروح على أنبوبة الإزاز اللي محبوس فيها لوبر وبيقدر إنه يكسرها، وبيتحول لشكل طفيلي فضائي، وبيطلع لوبر من المكان وبيهرب. في اللحظة دي بيدخل سوبرمان وبيساعد لويس، وبيكون الطفيلي واقف على قطر وبيهدد ركابه. فبيروح لسوبرمان وبيطلب منه يسيبهم، لكن الطفيلي بيضربه. وبيظهر ان جون موجود وبيساعد سوبرمان، لكن الطفيلي بيكون اقوى منهم، واول ما سوبرمان بيلمسه بيقدر انه يسحب منه قوته، وكمان بيعرف هو مين في الحقيقة. هنا بيوصل جون وبيبعده عن سوبرمان، وللأسف بيقدر الطفيلي انه يسحب كل قوة جون وبيحرقه. وبيرجع سوبرمان البيت وهو زعلان. وتاني يوم بتروح لويس تزوره وبتقوله انها عرفت انه كان في وسط المعركة من تقرير الشرطة. وبيشوف سوبرمان الاخبار اللي كاتبه عن الطفيلي اللي بيهاجم المدينة، فبيطلب من لويس انها تمشي وبيروح على السجن يقابل ليكس، وبيقول انه عايز يسافر الفضاء علشان يرجع قوته. لكن ليكس بيقول له انه يقدر يطلع يوم واحد بس من السجن. وفعلا بيطلع ليكس وبياخد سوبرمان على مكان المختبر بتاعه، وبيوري له تسجيل عن اللي حصل لعامل النظافة، وبيقول ان القنبلة اللي اترمت دخلت مع الدي ان ايه بتاعه وخلته يقدر يمتص اي طاقة حواليه. وكمان بيقول له انه عنده خطة يقدروا يستغلوا فيها نقطة ضعف سوبرمان علشان يخلوا الطفيلي يمتصها، وبالتالي هتأثر عليه. وبيتفاجئ سوبرمان ان لوبر موجود، وبيشوف ليكس الخاتم الكريبتوني وبيلاقي في كمية طاقة غير عادية، فبيقرر ان هو ده اللي هيستخدموه علشان يتخلصوا من الطفيلي. وفعلا بيروح سوبرمان مع لوبر علشان يواجهوا الطفيلي، واول ما بيوصل بيروح سوبرمان يهاجمه بالليزر اللي في عينيه، لكن طبعا مش بيتأثر. فبيطير لوبر يهاجمه هو كمان، وبيفضل يضربه بالخاتم الكربتوني، لكن للأسف مش بيتأثر خالص. هنا بيوصل ليكس انه واضح ان استنتاجاته كانت غلط، لكن لوبر مش ممكن يستسلم، وبيروح مفجر نفسه في الطفيلي وودى نفسه في داهية. هنا بيفكر سوبرمان في خطة يخلص الطفيلي من قوته بسرعة، فبيطير قدامه علشان يخلي الطفيلي يخلص قوته وبيطارده. في نفس الوقت بيروح ليكس ياخد الخاتم الكريبتوني. هو كمان بنشوف لويس في الجريدة بتحاول تلاقي طريقة تهرب بيها عشان تشوف اللي بيحصل وتغطي الحدث، لكن الطفيلي بيكون قدر يمسك سوبرمان وبدأ يسحب قوته. هنا بيظهر ليكس وبيحط الخاتم الكربتوني في سلاح وبيضرب بيه الطفيلي، فبيتأثر وبيضعف وبيقع على طول. لكن ليكس الطماع بيكون عايز يتحكم كمان في سوبرمان،
وبيضربه هو كمان بشعاع كريبتوني. لكن في اللحظة دي بيوصل جون وبينقذ سوبرمان، ومش بيصدق سوبرمان عينيه لأنه شاف الطفيلي وهو بيقتله. لكن جون بيقوله إنه ما تأثرش ولسه عايش. وبيفوق الطفيلي تاني وبيكون في ناس كتيرة بدأت تتجمع، فبيحاول سوبرمان إنه ياخد الخاتم الكربتوني علشان يضعف قوة الطفيلي تاني، لكن مش بيقدر يمسكه. في اللحظة دي بياخد ليكس الخاتم وبيهرب، فبيقول جون لسوبرمان يدور على طريقة يقضي بيها على الطفيلي وهو هيروح ورا ليكس. وفعلا بيروح جون وبيمسك ليكس. في نفس الوقت بتوصل لويس وبتصور اللي بيحصل. هنا بيروح سوبرمان يكلم الطفيلي وبيقوله إنه عارف هو مين، فبيحاول يخرج مشاعره الإنسانية، وبيقولوا إن شخص خدم بلده ومش وحش خالص. لكن الناس بتطلب من سوبرمان إنه يقضي عليه، فبيروح سوبرمان قايل لهم الحقيقة وإن رودي شخص طبيعي لكن حصلت له حادثة، وكمان بيقول لهم على حقيقته. وبتكون لويس بتصور كل حاجة، وفجأة بيهاجم الناس الطفيلي بكور النار. هنا بيتجنن وبيسحب قوة سوبرمان وبيرميه على الأرض. في اللحظة دي بيبدأ المفاعل النووي في معمل ليكس بيشتغل وبيكون هينفجر، فبيروح سوبرمان علشان يلحقه لكن قوته بتضعف. ولما بيوصل بيلاقي الطفيلي هناك، فبيمسك المفاعل وبيسحب طاقته لغاية ما بيوقفه وهو بيتحجر وبيموت. في النهاية بيشكر سوبرمان جون علشان ساعده. هنا بيظهر لوبر واللي بيطلع هو كمان لسه عايش، وبيقول لهم ان لازم يرجع كوكبه، وبيسافر للمركب بتاعته اللي بتيجي على طول وبتطير. وبتطلع لويس تحاول تاخد من سوبرمان حديث صحفي، لكن سوبرمان بيرفض وبيمشي. وبتنزل الجريدة وهي متضايقة، وبيقف سوبرمان يراقبها من بعيد. وبكده يكون فيلمنا خلص.